بالرغم من ان البروتين ليه اهمية كبيرة جدا في بناء العضلات وعملية الريكفري او الاستشفاء من التدريب وانتاج الهرمونات والانزيمات، ولكن تناول البروتين بكميات كبيرة مش دايما بيكون اختيار مناسب، وامتثالا بالمقولة اللي بتقول ان الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده. وبناء على التوصيات لتوزيع البروتين في المدى المسموح به انه ما يتخطاش 35% من اجمالي الكالوريز اللي جسمك بيحتاجها خلال اليوم. وللاسف كتير من الرياضيين بيتخطوا النسبة دي، معتقد كده ان هو هيتحسن اداؤه بشكل افضل، ولكن للأسف المستويات العالية من البروتين بتأثر على الصحة وكمان على الاداء الرياضي. وطبعا من اهم اعضاء الجسم اللي بتتأثر بمستويات البروتين العالية وهو الكلى، لان الكلى هي اللي بيقع عليها العبء في التخلص من اليوريا الناتجة عن البروتين، لان لما بتزيد نسبة البروتين بشكل يفوق قدرة